ازول ومنزاكين ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نعاود نهضر على دنيا بوطازوط، بما انني هضرت عليها في الفيديو اللي فات، وصراحه ماشي انا اللي هضرت عليها، غير واحد خونا قال شي امور اللي هي صعيبه وزعما فضح شي حقائق دوزتو انا عندي في واحد اللايف، وبقيتي كنسمع بحالي بحالكم، فناضوا لي شي وحدين في لي كومونتير دوك اللي فان الوفيين فهمتي، وبداو تيقولوا لي لا حبس لا حامض لا هادي ولا هادي، وقررت انني ندوزهم معايا في هذا الفيديو ونقرا الكومونتيرات ديالهم، واكثر كومونتير مستفز غادي يربح معنا جائزه في هذا الفيديو هذا، جائزه اللي كتقدر القيمه ديالها 5000 درهم. اوكي برو ليتس جو نشوفوا اول تعليق. وديما عسكرة القمر غريقة كنت عابدا في خيولي غريقة شيطان. اوكي غادي ندوزو نشوفوا اول تعليق ديالنا من عند محمد، واللي كيقول لنا فيه: حاولت نكمل الفيديو مع الاسف ما قدرتش، سير شوف ليك شي بريكول اخر راك حامض. او شيت برادر شيت، واش غنستناك انت الراي ديالك حتى تجي تقول لي راك حامض؟ شيت برو، انا اصلا كنت عارف راسي حامض، ولكن غادي نكمل مع الاسف. وطبعا حتى انا جاوبتو وقلت ليه واخا ما نزلتش لمستواه، ولكن المهم قلت ليه شكرا لك اخي على هذا التعليق، ما عندك شي بريكول نجي نضربو لك؟ اوكي تعليق اخر، كمال كيقول لنا شوف ليك شي حرفه. طز عليك اخي كمال، وطز على تعليقك، حيتاش هذه ماشي حرفه، هذه فقط غير هوايه الا بغيتي تقول، اولا كندوزو الوقت فهمتي. فاضطريت انني نجاوب كمال وقلت ليه حتى هو شكرا لك على هذا التعليق، وفي الاخر قلت ليه واش نشوف ليا شي حرفه بحال هذه ديالك، نبقى ندير تعاليق للناس، لانه هذه ديالو هو صراحه راه حرفه، انه ماشي هوايه كيديرها هو ولا شي حاجه مثلا، حيتاش صعيب انك اي واحد بقى تدخل عنده وتبقى تقول ليه شوف لك شي حرفه، او اللي بقى تكريتيكي تقول لي راك حامض الا ما كنتيش واخدها انت زعما نيت خدمه فهمتي، غتعيا. ولكن شيت برادرز شيت. ندوزو لتعليق اخر، زكيه كتقول لينا سير اخوي دير لك شي محتوى اخر. طبعا غادي نجاوب وغادي نقول لها ان شاء الله شكرا لك على هذا التعليق. ديما انا كنكون صراحه ظريف في الاجوبه فهمتي، ما تنحكرش، وفي الاخر قلت لها سيري يا اختي تفرجي في ذاك المحتوى الاخر، لانه ما فهمتش انا بنادم ما تعجبوش محتوى تيدير كومونتير صافي ما عجبتكش دير نيكست وسير تفرج في داكشي اللي كيعجبك. زكيه هي من دوك الناس اللي كيتفرجوا في التلفازه مع الفطور وتيسمعوا ديك ها ويدير تا هما ديك شيت برادرز شيت. هذا تعليق اخر، حموده كيقول لنا سير بيع السردين حسن لك، هذا الموضوع كبير عليك، كلكم كيف الشتا كيف الصيف وكل شي مناتف. او شيت برادر شيت، حتى واحد ما قدرش يربح معنا في الجائزه وفي هذه القسيمه الشراء، فغادي نحتفظوا بها لهذا الفيديو هذا. ما تعرفش واحد يكومونتي لتحت ويستفزني بشي كومونتير وتكون من النصيب ديالو، اوكي لما لا، فغادي نحتفظوا بها ونخليوها. فشكرا بزاف لهاد المشتركين اللي شاركوا معنا دابا ودازوا معنا في هذا التعليق، كنبغي نقول لكم طز عليكم وعلى التعليق ديالكم. فليتس جو ندوزو للموضوع ديالنا. سنعود بعد قليل. عدنا. اوكي الموضوع ديالنا وهو كالتالي، علاش بعض الفنانه كنلقاهم غير هما اللي كيبانوا في التلفازه، خصوصا في رمضان بقاو محتكرين التلفازه، كنلقاو كيدوزوا في جميع البرامج جميع المسلسلات جميع الافلام في رمضان، من بينهم طبعا دنيا بوطازوط. وفاش كنقول دنيا بوطازوط راه ما كنعنيش يعني دنيا بوطازوط بالضبط، فهي راه غير كمثال وصافي، راه كاينه بزاف من دنياوات وبزاف من بوطازوطات. اوكي المهم واحد المخرج
مغربي خرج وكشف على حقائق اللي كانت صراحه صعيبه بزاف، هي كانت طبعا صادمه. خلينا نسمعوا بعد اش قال، عاد نرجعوا ونعطيو الراي ديالنا طبعا اللي ما كاين حتى شي واحد. اوكي السلام عليكم. دونك هذا الفيديو درتو لواحد الناس صيفطوا لي بعض الميساجات بكوني انني مخرج وعندي زعما معرفه بالقنوات بالسينما، فكيتسائلوا علاش هذيك السيده بوطازوط دنيا بوطازوط علاش كيلقاوها في كل المسلسلات وكل الاشهارات وكل البرامج، هي في العروسه، هي في يعني شدت التلفازه كامله. يعني كاع اللي شفتوه في التلفازه لاصق تما في كل رمضان كيطلع لكم، عرف راه كاين جوج د الحوايج. اولا هذوك الناس كيكونوا مجتهدين، ولكن الاجتهاد ماشي داكشي اللي على بالكم، كتلقاه كيزيد في السيناريو. بحال دابا مثلا بوطازوط كيعيطوا لها لشي مسلسل اللي كتبوا، يعني كتبوا خاوي، ما كاينش شي حاجه كتضحك ولا شي حاجه، ما عندوش مع الكوميديا ومع دونك هي كتزيد من راسها ارتجال. هذا الارتجال ماشي عند اي واحد، كترتجل فكتعتق هذوك الكتاب والمخرجين بلاص ما يديروش حاجه باسله وحامضه، هي اصلا باسله وحامضه، ولكن هي كتعتقهم، كتزيد وتعطي لهذا قول انت قول انت قول انت، كتولى هي المخرجه وهي السيناريست. باش تكون في بالكم هي عندها هاد الحوارات وهذا الشيء، لان السيده عندها على الاطلاع سيرتو فهادشي العروبيه وهذا الشيء ديال، وكتفرج افلام ومسلسلات، فكتاخذ من مصر، تاخذ من لبنان، تاخذ من كذا وتعطيهم، وهما فرحانين بها. ممثلين اخرين ما كيديروش هذا الشيء، كيقراو السيناريو وكيأديو داك الشيء كما هو. دونك كاين عندها واحد الاجتهاد اللي هو كيخليها يعتمدوا على السيناريست ويعتمد على المخرج ويعتمدوا على حتى الممثلين، كتعطيهم ما يقولوا باش يضحكوا الناس، يعني بزز باش يضحكوا الناس، يخرجوا لهم ديك الابتسامه بالقوه. الحاجه الثانيه، دونك بالنسبه لهم هذه الممثله كتدوز لهم بحال اللي كنقولوا كتبيض الاموال ديال الدوله، يعني كيعطيوها 10 المليون، كتاخذ منها مليون ولا جوج، تيدوز داك الشيء في الصفقه ولا كيدير الماضي ديالها في كونطرا، يدوز ليها الصالير، كيثيقوا فيها. ما هي انسانه يعني كتخدم معاهم دائما، ما يمكنش تخضرهم، فكيعطيوها 10 المليون، كتسني عليهم، كيجيستيفيو هما القناه والماليه ووزاره الماليه وداك الشيء بان 10 المليون مشات لبوطازوط في هذا المسلسل او برنامج. كتدخل لها هي في كونت، كتاخذ 2 مليون اللي اتفقوا عليها وتعطيهم 8 رشوه. فهاد العمليه كتكرر في كل رمضان مع رشيد شو، مع كلهم هذوك اللي لاصقين تما. وكما كتسمعوا كما سمعناه شنو قال شي حاجات اللي ما بيش نقولها صراحه باش ما تحسبش عليا. اوكي ليتس جو، ولكن نهضروا زعما في الصراحه ونهضروا في الحقيقه وداكشي اللي كنشوفوه، وهو بحال دنيا بوطازوط مثلا، راه كنشوفها في جميع البلانات، يعني جميع صاحبي بجوج قنوات، بجوج اي برنامج اي حاجه كنلقاها فيها اشهارات برامج اللي خفت نلقاها في الدار عندي يا صاحبي، خفت ندخل الثلاجه نلقاها، خفت شي القرقرات اللي قاعد تقول تخويل ما ترى مشكله صاحبي ولا ثاني يهضروا علينا ويجيو علينا. وانا صراحه يعني ماشي ما كتعجبنيش دنيا بوطازوط، ولكن شنو تنقول مزيان، ولكن خصها تخرج من داك الروتين ديال العروبيه ومن ديك المراه البدويه، فهمتي؟ ما خصها دير، خص يكون اجتهاد، تكون ممثله واعره ولكن تمثل، ما تبقاش حاصله في ديك الشعيبيه، حيتاش صافي خدات ديك الشعيبيه بقات لاصقه في الشعيبيه واكله بها طريه الغاط، انا فهمتيني ولا اوكي. دابا غادي نرجع للموضوع ديال التعليق، واللي عندي بزاف ما نقول على ذاك الموضوع. بالنسبه للناس اللي كيديروا تعاليق سلبيه وكيخليو تعليق وكيزيدوا، فراه تقدر بهذاك التعليق بسببك انت تقدر تحبس واحد، تقدر تحطمه، تقدر دير ليه مجموعه من الاشياء، خصوصا اللي كانت شخصيته ضعيفه، خصوصا عاوتاني فاش يكون يلاه بادي، فراه ما تيقدرش يقرا دوك التعاليق وما تيقدرش يستحمل هذوك التعاليق. كندوي على شي واحد اخر، اما انا فراه ربيت المناعه، فعلق وزيد علق وتعلق. فهذاك الفيديو اللي علقتوا عليه بالسلبيه ولا علقتوا لي عليه بالسلبيه، راه ما جيتش في الاول في الفيديو قلت لكم باللي انا واعر ولا ادعي الكمال، فالكمال لله سبحانه وتعالى. فقط انا يلا بادي اليوتيوب، وطبيعي انني نجيك حامض، يمكن نجيك في شكل ما تبقاش تقارني مع شي يوتيوبر اللي هو مكرس حياته في يوتيوب ومدوز مده. اوكي، فكان هذا رايي وهذا ظني بالاشياء والامور.
رمضان كريم ونهاركم مبروك وخليتكم على خير. وديما عسكرة القبائل. ميتا في ظهوري دربي غريقا كنت عابدا في